سلام البنات، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح. نتوما تشوفوا في هذا العوج اليوم. مرحبا بكم في فيديو جديده في قناتي. مرحبا بلي زابوني جدد، واللي مازال ما دارش ابوني القناه و يخلي لي جيم او كومونتير. اليوم راح نشارك معكم وصفه تاع من حلويات العيد اللي راني نحضر فيهم. اليوم درت صابلي بوغو فرامبواز. بزاف ساهل ويجي بزاف بنين. اول حاجه كما راكم تشوفوا انا حطيت 250 غرام تاع مارغرين، زدت لها كاس تاع سكر رطب، زوج عظمات كاملين، و حطيت لها فاني. ما تنساوش رشه تاع ملح، انا من بعد تفكرتها ضفتها. ودرت باتاغون تاع الفرامبواز. طلعت مليح هذيك الزبده والسكر والاخر، دخلتهم كامل في بعضهم بالباتر حتى ولاو لي كريم هوموجين. لازم نديروا هذه العمليه، لازم ما تخليوش دوك الحبيبات تاع الزبده يكونوا. لازم تخلطوا الخليط يكون متجانس. هذه هي سر باش ينجح لكم الصابلي تاعكم يجيكم مليح. ودكا حطيت رشه صغيره من الفرينه، ما تكثرش بزاف، يعني على راس المغرف الصغيره تاع خميره الحلوى. عفوا، خميره الحلوى ما تحطوش بزاف، على راس مغرف صغيره. وبديت نحط في الفرينه روحوا معاها وحده وحده باش ما تغلبكمش وباش ما تنشف لكمش لاباط، ومن بعد كي تفتحوها تجيكم تتشقق وتجيكم ناشفه ولتما تراطيوها. دونك الفرينه نحطو بشويه وما نزيدوش كميه الفرينه حتى نلقاوها خسافات تماما ونحسوها في يدينا بلي مازالت تلصق ومازالت تحتاج فرينه. نقعدو نزيدو غير بشويه باسكو الفرينه تختلف. دونك سا ديبون الفرينه اللي تكون عندكم، قادره تكون تنشف ليه. دونك نحطو بشويه الفرينه حتى نحصلوا على باط بهذا القوام، تكون طريه ونقدروا نشكلوها، يعني ما تكونش نحسوا فيها بلي مازالت فيها الكميه الزبده بزاف وتلاصق. نغطيوها بابي فيلم، نخليوها تروبوزي شويه ونبداو نحلو فيها. نحلو ديما نقول لكم بلي اي بات تاع صابلي حلوها في بين اكياس غذائيه. دونك تكون كيس غذائي من فوق ومن تحت وحلوها. باه ما كاين لا نزيدو نرشوا الفرينه، باسكو كنت تحلوها فوق طاوله العمل واشاك فوا ترشوا الفرينه، هذيك الفرينه راح تشربها لاباط وراح تنشف لكم لاباط تاعكم. وثاني ما تحلوهاش فوق بابي كويسون، باسكو بابي كويسون حيشرب ليدام وتنشف لاباط تاعكم. دونك افضل حاجه انكم تحلوها في كيس هكا. هادو الاكياس ديما نقول لكم لا تخوازيام فادي نقولها لكم بلي نخبيهم من تاع الخطفه تاع الديول. بزاف براتيك، خبيو منهم واستعملوهم. وهنا طبعتها بهذا المول. طبعت العجينه تاعي كما راكم تشوفوا. الفور راني شعلته، درتو يسخن على 160 درجه ونحطهم يطيبوا 160 درجه. نسوهم باسكو يطيبوا ليه ما تخليهمش يتحمروا بزاف حتى يبسوا، جوست برك ما تنشف لاباط باش يقعدوا لنا طريين ويذوبوا في الفم. و عسوهم وطيبوهم على 160 درجه، ما يديوش وقت بزاف طيب او مليه يطيبوا. ودوكا نحضروا الكريمه اللي راح نحشيو بها هاد الحلوه تاعنا. هنا جبت يعني بريسك نص كاس تاع شونتيي مع نص كاس تاع ماء يكون بارد جدا. المهم نتوما حسب الكميه اللي راح نديروا ليسونسيال. قيس لا شونتيي، قيس الماء. حنديروا كاس، ديروا كاس شونتيي، كاس ماء، نص كاس شونتيي، نص كاس ماء، وهي رايحه. وحطيت الباتاغون تاع الفرامبواز، وطلعت لا شونتيي تاعي بالباتور مليح. هنايا حبيت نزيد شويه فرامبواز تا وخلطها بالفوي. وهنايا زدت 100 غرام تاع شوكولا بيضه كنت ذوبتها وخليتها شويه تبرد شويه، ما تبقاش سخونه بزاف. دونك في نص كاس شونتيي نص كاس ما زدت 100 غرام تاع شوكولا بيضه وخلطت كل شيء مع بعضه. وانا كنت زدت لها مغرف تاع جلوكوز، مغرف صغيره جلوكوز، زدت لها مغرف صغيره تاع جلوكوز وزدت طلعتها شويه بالباتور، غطيتها بابي فيلم وحطيتها في الفريجيدار تبرد مليح. خليوها تبرد تري 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 بيان باش تقدروا تشكلوها. ودوكا هادو الحبه تاعي تاع الصابلي بعد ما طابو. نجي ندير الكريمه بهذا الشكل على الحواف.
و لابوش هذيك واش فيها، هذيك رحت درت حكمت الطافيه كراميل، طافيه كراميل، زدت لها شويه تاع ما ورد وزدت لها الباتاغون تاع الفرامبواز. عطاتني اون ديغي واحد لا كريم تاع فرامبواز، واحد المعجون، واحد ليسونسيال، جات بزاف بنينه، جات هايله وفيها لوغو تاع الفرامبواز. يعني حبيت الحلوه هذه نديرها كامل بالغو تاع فرامبواز. و نديرها بالطريقه هذه، ندير لا كريم في الجوانب و لا كريم دوزيام في النص. هنايا شتو الكريمه هذه توجور خليوها تبرد، خليوها تبرد مليح واستعملوها. الا كان استعملتو كميه كبيره وحسيتوها في لابوش بدات تذوب معاكم، حطوها في الكونجيلاتور واحد 5 دقائق وزيدوا جبدوا لابوش وزيدوا بوشيو بها. وهنا الحبه تاعي كي نكملهم كامل انا حطيتهم في الفريجيدار، خليتهم يبردوا مليح في الفريجيدار باش كلاصيتهم. هنايا واش درت، رحت ذوبت في البان ماري شوكولا بلون، ذوبتها في البان ماري مليح. كي دابت بديت نزيد في الباتاغون تاع الفرامبواز. انايا شوكولا بيضاء هذه استعملت ضاده، نزيد لها لي يقولي حبيت ابار سيترون لا سيترون تفسد لي، مي لي يقول اخرين فريز بيستاش فرامبواز نزيد لها وما يصرى لها والو. بصح شوفوا معايا انا قاعده نزيد في الباتاغون كل نزيد حتى نحوس انا على واحد اللون حابته. بصح كل ما تزيدوا الباتاغون تحسوا شويه شوكولا بدات تسقى لكم. باش نخففها بالزيت، اتونسيون زيدوا لها الحليب ولا حاجه اخرى نو تفسد، زيدوا لها غير الزيت. بالزيت نخففها ومام طون الزيت يعطيني لمعه. دونك نزيد انا لا باتاغون حتى نحصل على اللون اللي حابته. هذه الباتاغون هذه شي صابلي دوز، راهي فيها لوغو وفيها لا كولور. نتوما كل ما تزيدوها زيدوا خفوا بالزيت، كل ما تحسوها ثقالت لكم خفوا بالزيت. والزيت ما تحطوش كميه كبيره على ضربه، حطوا غير بشويه وخلطوا حتى تحصلوا القوام تاع الشوكولا اللي معرفين به واللي يساعدكم باش تكلاصيو. سهله ما تفسد ما والو. وهنايا انا كنت زينتها بهاد الوريدات، خدمتهم بالشوكولا بعد زدت لها الباتاغون حتى غمقت شويه اللون ودرتها في المول تاع السيليكون تبرد لي وزينت بها الحلوه تاعي. تجي تذوب في الفم، تجي بزاف بنينه بهاد غوتا فرامبواز اللي يحبوه. هايله بنينه، جربوها. لا عجبتكم الوصفه خليو لي جيم، خليو لي كومونتير، و لي ليان تاع انستغرام تاعي وتاع الفيسبوك و تاعو فيسبوك راهم في صندوق الوصف. وان شاء الله نتلاقاو في وصفه جديده، وباي باي.